السلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. في الفيديو ده هنتكلم عن الطباعة، ازاي ان انت تطبع اي حاجة على الشاشة. خلينا نبدأ. عندنا اشكال كتيرة للطباعة. ممكن تكون مثلا عايز تطبع نص، ممكن تكون عايز تطبع رقم، ممكن تكون عايز تطبع الاتنين مع بعض، ممكن تكون عايز تطبع سطر عادي، صح؟ سطر فاضي. خلاص، خلينا نبدأ كده ونشوف ايه عشان الدنيا تكون اوضح. احنا دلوقتي عايزين وليكن نطبع كلمة هلو وورلد. هنعمل ايه؟ تكتب سي اوت علامتين اصغر من سي اوت. دي كلمة مفتاحية جاية من المكتبة اللي اسمها اي او ستريم. تكتب سي اوت وعلامتين اصغر من، بعد كده بتحط دبل كوتيشن يعني علامتين تنصيص وتكتب جوه اي حاجة انت عايزها. وليكن احنا هنا عايزين نطبع هلو وورلد، وفي الاخر تروح حاطط سيمي كولون. السيمي كولون دي بتتحط في نهاية اي جملة برمجية احنا بنعملها، اي جملة برمجية احنا بنستخدمها، اي سطر هتكتب في نهايته سيمي كولون عشان تعرف ايه الكومبايلر ان السطر ده خلص. تعال نرن كده. طبعا لك هلو وورلد. طيب الكومبايلر شغال ازاي؟ بيبدأ يبص فين المين، اهي المين الحمد لله تلاقينا، يروح داخل جوه ينفذ، تلاقي كلمة سي اوت، هو عارف ان سي اوت دي يعني اطبع على الشاشة. بيدخل جوه تلاقي علامتين تنصيص وجوه الكلام، بيروح واخد الكلام ده زي ما هو طبعا. جميل جميل. طيب لا احنا عايزين نطبع رقم بقى. تعالى، لو تعالى نطبع رقم الأول ونعمل إيه؟ نشيل ده خالص ونطبع مثلا 125. جميل جميل. تعالى نرن كده. طبع 125. هتيجي تقول لي أنت شلت من هنا الدبل كوتيشن ليه؟ مش احنا في الطباعة بنستخدم الدبل كوتيشن؟ لا أنا مقلتش كده. أنا قلت لما بنيجي نطبع نص بنستخدم دبل كوتيشن، أرقام لا. طيب تعالى نشوف لو حطيناها جوه دبل كوتيشن إيه اللي هيحصل. تعالى نرن كده. إيه ده؟ طبعا زي ما هي 125. ليه بقى؟ أو إيه الفرق بقى؟ الفرق ان هنا هو اتعامل مع دي كنص، يعني هو بالنسبه له دلوقتي الكومبايلر واحنا حاطينها جوه دبل كوتيشن كده، دي نص مش رقم. اي حاجه بتتحط جوه دبل كوتيشن هو بيتعامل معاها كنصوص. وده موجود عندنا في العربي، خد بالك، مش حاجه غريبه يعني. مثلا انت لو جيت عملت دبل كوتيشن فتحت علامتين تنصيص ورحت كاتب جواها بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ليه بتحطها جوه دبل كوتيشن؟ علشان توضح للي بيقرأ إن ده كلام ربنا، أنت زي ما ربنا قاله أنت مجرد نقلته بس، بنفس الكلام، نفس اللفظ اللي اتقال أنت نقلته، أنت ما ألفتش حاجة، حتى ما قلتش حاجة ليها نفس المعنى، لأ أنت قلت الكلام اللي اتقال بالظبط بدون ولا تزود حرف ولا تنقص حرف. دي فايدة الدبل كوتيشن. طيب هو إزاي بيتعامل مع 125 دي على أكنها نص؟ 125 دي مثلا ممكن تكون رقم عمارة، أنت لو بتستخدمها أنت مش محتاجها تكون رقم. الرقم عندنا ليه خصائص، ايه هي؟ ان ينفع يتعمل عليها عمليات حسابية. هل ال 125 دي هو يقدر يعمل عليها عمليات حسابية؟ لا. تعال نجرب. 125 زائد 5. تعال نرن كده. بص طبع لك ايه؟ 125 زائد 5. ليه ما طبعش 130 ليه؟ لان هو بالنسبة له كل دي نصوص، علامة البلس دي هي نص عادي، الخمسة التانية هي نص. طب تعالى بقى نشوف لو شلنا كده الدبل كوتيشن. تعال نرن. شوف عمل ايه؟ راح طابع 130. ليه بقى؟ لأن هو كده أنا بتعامل مع أرقام، والأرقام الطبيعي إن إحنا ينفع نعمل عمليات حسابية، فتلاقي علامة البلس أو الزائد وراح أجمعهم على بعض وطلع لك الناتج. طيب تعالى نطبع مثلا إيه المثال اللي عندنا، إحنا عايزين نطبع حاجتين. تعالى نطبع وليكن مثلا نعمل دبل كوتيشن كده ونكتب فيها نيم، ونروح جايين عاملين سي أوت تاني ونطبع فيها الاسم مثلا محمد. سي أوت، نعمل دبل كوتيشن ونروح كاتبين إيه محمد. جميل جميل. تعالى نرن كده. طبع لك النيم محمد. تعالى نعمل حاجة تاني، نعمل سي اوت تانية ونروح كاتبين ان الايدج بتاعه او العمر بتاعه ننهي كل جملة بسيمي كولون زي ما انا بعمل. الايدج بتاعه وليكن 25. سي اوت وليكن
25. واحنا ليه عملنا هنا ما حطيتهاش جوه دبل كوتيشن؟ لان ده رقم عمر عادي، ممكن السنه الجايه هو هيبقى عمره 60 الطبيعي، هيبقى عمره 60، هيبقى عمره 26، فهنحتاج نزود. اذا انت كده هتجمع عليها واحد، يبقى ده رقم لازم ينفع يتعمل عليه عمليات حسابيه. تعالى نطبع كده ونشوف. طبع لك اهو النيم محمد، بعد كده ايج 25. لو خدت بالك هنا هتلاقي الكلام كله لازق في بعضه. طب احنا عايزين نسيب سطر، نسيب سطر ازاي؟ اقول لك يا سيدي. بتيجي هنا احنا عايزين نسيب سطر من دي ودي، نروح جايين بينهم كده ونكتب سي اوت علامتين اصغر من اند ال. تعالى نران. بص عمل ايه؟ ساب لك سطر بين دي ودي، واخد بالك ولا لا؟ احنا جينا هنا اهو كتبنا النيم، راح كاتب كلمة نيم، محمد كتبها جنبيها. اذا هو هنا مش عشان انت كاتبها في سطر مختلف هو هيطبعها في سطر مختلف، لا، حتى لو الاتنين دول جنب بعض برضه هيطبعوا كده. هو ليه ساب سطر بين دي ودي؟ لان هو شاف ان الكومبايلر اشتغل ازاي، دخل جوه فين المين، اتلاقى المين سي اوت اطبع. هو عارف ان سي اوت دي يعني اطبع، راح طابع ايه جوه اللي جوه الدبل كوتيشن نيم. بعد كده راح نزل السطر اللي بعده، اتلاقى سي اوت محمد، راح طابعها زي ما هي جنبيها. بعد كده نزل السطر التالت سي اوت يعني نطبع اند ال، يعني اند لاين اطبع سطر جديد. هو عارف الكلمه بتاعت اند ال دي حتى متلونه بالاخضر اهي، راح طبع سطر جديد. بعد كده سي اوت ايج راح كاتبها في السطر الجديد، سي اوت 25 راح كاتبها جنبيها. ليه ما سابش سطر؟ ان احنا ما قلناش سابش سطر غير بين دي ودي اللي احنا قلنا عليه. طيب مش ملاحظ ان احنا قاعدين نكتب سي اوت سي اوت سي اوت سي اوت؟ مش المفترض يكون دي ليها اختصار؟ ليها اختصار عادي. تعال نشوف كده. ممكن نيجي نروح شايلين ده كله، تعال نشيل ده كله كده خالص، هنشيل الكلام ده كده خالص، ونروح جايين هنا. مش احنا كاتبين سي اوت؟ خلاص هو عارف ان احنا كاتبين سي اوت. بعد ما خلصنا دي وعملنا الدبل كوتيشن بتاعتنا كتبنا اللي احنا عايزينه، نروح عاملين علامتين اصغر من تاني. عارف كده معناها ايه؟ اكنك كتبت كلمه سي اوت تاني، ونروح كاتبين عاملين دبل كوتيشن ونكتب، مش احنا كنا قايلين اسمه محمد؟ اهو ادينا كتبنا محمد تاني اهو عادي. بعد كده كنا عاملين ايه؟ كنا سايبين سطر، نروح عاملين علامتين اصغر من تاني. هو بالنسبه له ايه؟ كل ما تعمل علامتين اصغر من يبقى انت كتبت سي اوت. تعالوا نعمل، احنا عملنا علامتين اصغر من وكنا كاتبين بعد كده عاملين سطر جديد، سيبنا سطر اند ال يعني سيب سطر. بعد كده رحنا كتبنا سي اوت تاني وكتبنا فيها ايه؟ الايدج بتاعه او العمر بتاعه ايدج. ورحنا جينا بعد كده عملنا سي اوت تاني ورحنا كتبنا فيها 25، صح ولا لا؟ تعال نجرب نطبع كده ونشوف هيدينا نفس النتيجة ولا لا. لو خدت بالك هتلاقي نفس النتيجة بالظبط. ليه بقى؟ لان هو بالنسبة له هو بيتعامل مع الاوامر اللي انت بتديها له فقط. يعني انت كتبت سي اوت 2 دخل لسه فيه، هل الجملة خلصت؟ الجملة ما خلصتش، فبيكمل. طب هو عارف منين الجملة خلصت ولا الجملة ما خلصتش؟ علشان السيمي كولون اللي هنا دي، هو ما بيعرفش ان الجملة خلصت غير لما تلاقي سيمي كولون. عشان كده احنا كل سطر بننهيه بسيمي كولون. جميل. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نطبع اي شكل وازاي نظبطهم مع بعض. جميل. دلوقتي انا هحط لك صورة في نهاية الفيديو، هحط لك سلايد كده مكتوب فيها شوية مسائل وانت تحاول تحلهم وتحاول تحلهم مع نفسك. الفيديو الجاي انا كده كده هنزل لك فيديو تاني، الفيديو الجاي ان شاء الله بالحل بتاعهم، بس حاول تفكر فيهم. وانا كده وديتك كل الطرق اللي انت ممكن تلعب بيها، ازاي تطبع رقم، ازاي تطبع نص، ازاي تطبع سطر جديد. جميل. جميل. يلا اشوفك الفيديو الجاي.